السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. جبت لكم اليوم أكلة أول يوم العيد اللي هي المنسف. ويفضل بالمنسف إنه نستعمل قطع لحم تكون كبار. هنا عندي لحم الفخذ، لحم غنم. هنا قطع مثل ما تشوفون يعني تقريبا كيلو ونص. اللحم طبعا ما بكمية محددة، حسب الكمية اللي انتو حابين تسووها. وهنا عندنا بصل وهيل وورق غار على مود نسلق بيه اللحم. أول شي طبعا أنا غسلت اللحم زين وخليته بالجدر، وأضيف له كمية من المي بحيث تغمره، يعني ريده يستوي بيها ونستعمله همين. المي مالت اللحم نطبخ بيه التمن ونخليه على اللبن همين. شلت طبعا الرغوة اللي تظهر على اللحم. بالبداية أنا خليته على نار عالية، وبعدين ضفت له البصل المقطع ورغار وهيل، هاي كمطيبات للحم يعني حتى تشيل الزفرة من اللحم. وبعدين ورا ما استوى تماما بعد ساعة تقريبا ضفت له الملح. احنا اليوم نستعمل اللبن العادي لأن ما موجود عندنا الجميد، فنستعمل هذا اللبن. أخذ تقريبا كيلو من اللبن يكون كامل الدسم. ضفته وهنا خليت له ملعقة صغيرة ملح وملعقة كبيرة من النشا، هذا حتى ليفصل عندنا اللبن. نخلطه زين. وهنا ضفت له كوبين من مي سلق اللحم، وهمين أخلطه ويا اللبن وأخذه وأخليه على الطباخ مع التحريك المستمر. لا تعوفوا أبد لأن يفصل عندكم ويفرط مثل ما يقولون. فنخليه على الطباخ على حرارة وسط، نستمر بالتحريك إلى أن يغلي عندنا اللبن. ومثل ما تعرفون المنسف الأردني الأصلي يستعملون بيه الجميد اللي هو لبن الغنم اللي يكون ناشف، مو دائما يكون موجود، وحتى إذا انوجد يكون غالي. لذلك استعملنا اليوم اللبن العادي، ونستمر بالتحريك إلى أن يبدأ عندنا هذا اللبن يغلي حتى ننزل عليه اللحم. أكيد اللحم يكون عندنا مستوي زين. تقريبا بعد ساعة ونص استوى عندنا اللحم. فننزله بهذا الشكل. ريده يكون محافظ على شكله، هو مستوي كلش بس بنفس الوقت ما ريده يكون ذايب، ريده هيك يكون قطع كبار. ننزله باللبن تقريبا يبقى ربع ساعة باللبن حتى يتشرب نكهة اللبن. شوفوا هذا الثخن طبعا كلش مناسب. هم يضيفون ملعقة من الدهن الحر أو السمن البلدي. احنا هنا ضفنا الدهن اللي متوفر عندنا. وهاي هنا شوفوا شلون طبعا تشرب عندنا اللحم باللبن. تركي على جهة ونروح نسوي التمن أو رز المنسف اللي يكون أصفر. هاي الخطوة الثالثة هسه حنسويها. خلينا هنا ملعقة كبيرة أو ملعقتين كبار من السمنة. يفضل إنه تستعملون السمن البلدي أو الدهن الحر. وهنا ضفت 4 أكواب من الرز اللي يكون قصير الحبة. أنا استعملت هنا هذا التمن مال الحصة بس غسلته ما نقعته. أقلبه هنا بالدهن وبعدها أضيف له بس كركم، شوية كركم، هو هذا اللون اللي يعتمد عليه هذا التمن. وبعدها ضيفوا له يا أما مي حار أو مي سلق اللحم. أنا ضفت مي اللحم اللي هو 4 أكواب ويكون حار. صفيته طبعا من البهارات اللي تكون بيه. وهنا أقلبه بالبداية على حرارة عالية إلى أن يبدي يغلي. ضفت له ملعقة صغيرة من الملح لأنه أصلا مي اللحم بيه ملح فما كثرت. وبعد ما يتشرب عندنا التمن هذا المي اللي ضفناه نص الطباخ ونخليه على نار ناصية إلى أن يتهدر عندنا ويستوي بالكامل. وهنا نبدي نحمص اللوز. عندي هنا تقريبا 100 غرام من اللوز اللي يكون مقطع. نبدي نحمسه بالزيت. حاولوا تطلعوه وهو بهذا اللون، لا تخلوه ياخذ لون غامق لأنه هو يستمر يعني ياخذ لون حتى إلى أن يبرد. فنشيله ونبدي هنا نقدم المنسف مالتنا لأن صار كل شي جاهز. هو المنسف الأصلي يستعملون به خبز الشراك، أنا اليوم استعملت هذا الخبز مالنا العادي لأنه يعني مو كل شي يكون دائما متوفر. هنا خليت له شوية من اللبن وبديت أصب التمن. هنا بالأكلة طبعا هاي لازم يكون عندكم التمن أو الرز يكون معجن. هنا ما طلع عندي كلش معجن.
بديت أساوي، وبعدها نبدي نقدم فوقه قطع اللحم. نبدي نرتب قطع اللحم على التمن، وبعدين نضيف لهم شوية من اللبن، وآخر لمسة شوية مكسرات أو لوز، هذا اللوز اللي حمصناه أو صنوبر اللي متوفر عندكم. نخلي كمية زينة، والبعض يحبون يزينون بكرفس أو معدنوس، بس هي الوصفة الأصلية ما تحتاج إنه نضيف لها معدنوس. هاي صارت أكلتنا جاهزة. هي أصولها إنه تنأكل بالإيد بهذا الشكل. شوفوا اللحم شلون كلش مستوي عندنا، بس أنا يعني ما خليته كلش يعني ينهرس، لأن أريد يحافظ على شكله. تنأكل بهاي الطريقة، يعني ما تنأكل بالملعقة أو الخاشوقة مثل ما نسميها. بهذا الشكل دحبروها مثل ما يقولون بالأردن، واستمتعوا بيها، وألف عافية.